30 دقيقة معنا مكالمة هاتفية. صباح الخير. صباح الخير اخوي الباهي. مرحبا بك، شلون نهارك طيب؟ عايشك مراد المعروفي معاكم. سي مراد مرحبا بك. مرحبا بك سي مراد. مواطن باستماع حزب شباب شعبي. تو الاسعار شفناها في بن عروس هنا. ايوه. شيء موهول يعني الناس غرفت ورص ولا شنو حتى نقولوا حرام. الفلفل بنزين، الطماطم 15%، البصل 15%، هذاك ناس بنزرت. وندخلوا نحن يعني الخباره كلها كذا خباره كيلو كيف عظم والسلخ 12%، المعدنوس 15%. يعني شيء اللي عليه اخوك يا سيد هكا. وزاره التجاره ممكن فيها مع الرقم بتاعهم الاخضر 80 100 191 مستبيع لو واحد هز عليا. يعني لو واحد كلمنا يا ناس اخرجوا راقبوا اخي عيدك هو عيد ياكلونا حشيشوا ليش ياكلونا. دوروا مراقبه اضربوا عليهم اضربوا على اللي عملت تجاوز القانون. خذك بالله العظيم الفلفل بالسين المسار عشان الجمعه اللي فاتت خليته الفلفل بالدينار، الطماطم خليتها ب 500، تو الطماطم 15%، الفلفل بالسين، البصل بالسين. وين هذا سي مراد؟ وين بالضبط هذا؟ هذا في بن عروس في نهج بنزرت. في نهج معروفين كذا خباره بالله العظيم مفرمسيه على حالها مش هو حالها نتكلم فيه ناقش فيه خوك المواطنين خلوا اخوي ياسر شو الاسعار كان عجبكم خذوا ولا خلوا. هذا الكلام دوا نوقف في وزاره التجاره من الساعه ونتحداهم وزاره التجاره وخليت لهم حتى ميساج يعني في البرنامج نتاعهم وخليت اسمي كلنا كتبوا اخرجوا راكبوهم الناس هذوما. صحيح. في الوقت اللي سمعنا احنا وزاره التجاره وزاره التجاره معناها جندت معناها مراقبين تابعينها باش يزوروا الاسواق ويزوروا معناها الناس المخالفين وياخذوا اجراءات. ان شاء الله يا ربي هذا يتم، ما يبقاش مجرد كلام ومجرد. انا ديما نتابع في برنامجكم يعني وصراحه انا نقول لك انا نتحداهم وزاره التجاره اللي كان في مسؤول منهم تو نقول هو موجود ويجي ويجيبوا لهم خباره. على كل هذا اولا شيء هذا على كل نعرفه اللي للاسف معناها استغلال البعض خاصه في المناسبات هذه السعيده تتحول للتونسي مناسبات معناها ترهق فعلا لانه الاستغلال وشيء ماهوش باهي بالكل. وقت اللي العائله التونسيه تزيد تعاني معناها تزيد تتعمق ماساتها من جراء الممارسات هذه نتاع بعض التجار اللي بالطبيعه يستغلوا الظرف هذا. ربي سامحهم. وهنا لابد تتحرك من الاجهزه الرسميه للدوله ان تتحرك وتضرب على يد الناس هذوما العابثين وتاخذ اجراءات بالطبيعه. سي مراد بارك الله فيك على تدخلك معنا، بلغنا صوتك وان شاء الله المستمعين يكونوا المسؤولين في وزاره التجاره يكونوا زاد سمعوا بالطبيعه المداخله نتاعك. الى اللقاء سي مراد وكل عام وانت حي بخير. سلامتك. تفضل سي اسامه. نمشيو مع سي محسن لانه باش يغادرنا بعد لحظات. سي محسن احنا ربما نطرح سؤال اذا كانت انت تنجم من خلال الملتقى هذا اللي صار المنتدى الحوار الوطني للشباب. احنا اليوم معناها فما عدد كبير وصل حتى ل 6000 اللي باش يرجعوا من سوريا. يقولوا الرقم هذا وكذا. تناولتوش انتم في من خلال اللقاء هذا نتاعكم سبل ربما انه كيفاش نحتضنوا الناس هذم، كيفاش ربما نوجهوهم، كيفاش فماش خطط نفسيه، فماش احاطه اجتماعيه، فماش. تفضل. هو فعلا بالنسبه للحوار الوطني لشباب الاحزاب السياسيه من اجل بلوره استراتيجيه وطنيه مضاده للارهاب، المنهجيه حاولت انها تكون متكامله، يعني انها تلم بالمسائل الكل او بالاوجه الكل لظاهره الارهاب اللي هي ظاهره معقده ولكن ايضا وخاصه خطيره. الاستراتيجيه الشامله اللي حبينا نحضروها ونقدموها للراي العام وهي الان حاضره في وثيقه متكونه من 42 صفحه وموجوده على ذمه الراي العام، على ذمه المجتمع المدني، الاحزاب السياسيه معارضه او حاكمه، وعلى ذمه مجلس نواب الشعب، وخاصه ايضا على ذمه الحوار الوطني من اجل مكافحه الارهاب اللي باش يتم في اكتوبر الجاي ان شاء الله. هي بدا العمل فيها على اساس محورين اساسيين، محور يخص التوقي من الارهاب يعني كاركتير بريفونتيف الوقايه من الارهاب، ومحور يخص التصدي للارهاب يعني اون فوا إلي لا اون فوا المشكل موجود والخطر صار كيفاش نجموا نعالجوه. ومن بعد توزعت او تفرعت الاعمال الى 9 لجان في نهايه الامر. 9 لجان حضرت 9 مقاربات. 9 مقاربات هي الآتي: المقاربة النفسية، المقاربة القانونية، المقاربة الاقتصادية والتنموية، المقاربة الأمنية، المقاربة الثقافية، المقاربة التربوية، المقاربة الدينية،
السياسية والمقاربة الإعلامية. يقول قائل والسادة المستمعين يسمعوا فينا اللي عادة يتبادر لذهن وقت اللي نسمعوا الإرهاب نشوفوا الجانب الإعلامي، الجانب السياسي والجانب الأمني كهو. شو مدخل الجانب التربوي والجانب الثقافي في الميدان هذا؟ شو مدخل الدين؟ الناس الكل ديما تقول ديننا سمح، ديننا حنيف، ديننا ضد الإرهاب. صحيح، المشكلة في الفهم الخاطئ للدين الإسلامي الحنيف، المشكلة في الفهم الخاطئ للتعاليم السمح، المشكلة زادة في التعامل الرسمي مع الدين. هل هناك مأسسة للشأن الديني أو هل هو شأن عام يمكن الحوار حوله؟ شنو هو الإطار الحاضن لهذا الحوار؟ هل هو جامعة زيتونة؟ هل هو وزارة الشؤون الدينية؟ هل هو فضاء آخر فلسفي أو فكري أو جامعي؟ بالنسبة للمقاربة الاقتصادية والتنموية نعرف كلنا اللي من أسباب جنوح الشباب للإرهاب للأسف هو أيضا التهميش، الفقر، وعدم أو انخراع حتى التوازن الجهوي في التنمية. ممكن يدخل في المقاربة الاقتصادية. نعم، الاقتصادية والتنموية. نعم. وباش نرجع لسؤالك اللي بدينا به، هو هل هناك توجه خطة عمل للإحاطة نفسيا بهؤلاء الشباب؟ في إطار المقاربة النفسية تم العمل على هذه النقاط وأكثر من هيك. تم العمل على مقاربة نفسية لضحايا العمليات الإرهابية، لأبطالنا الأمنيين اللي يمارسوا في مكافحة الإرهاب في الخط الأول للدفاع عن وطننا وعن مجتمعنا، سواء من شهدائهم، من شهدائنا، يعني عائلاتهم، من عائلاتهم، من عائلات شهدائنا واحد، أو حتى من أبطالنا الأمنيين اللي عاشوا لحظات يعني مريرة في مكافحة الإرهابيين وجها لوجه، أو حتى من اللي أصيبوا أو تعرضوا إلى يعني أضرار بدنية خلال هذه العمليات. ومشينا أكثر حتى أنه لازم تكون فما معالجة نفسية للناس اللي مشيت لبؤر التوتر واللي كنت أحكي عليهم سيادتك، اللي فما إمكانية أنهم يرجعوا. الناس هذوما لازم إضافة إلى المعالجة القانونية والمعالجة الأمنية والمعالجة القضائية لازم نحيطوا بهم نفسيا. علاش؟ خاطر في نهاية الأمر القضاء باش يحكم عليه ويطبق عليه القانون بكل عدالة. يعني اللي باش يستحق مؤبد باش ياخذ مؤبد، ولكن زاد حتى اللي باش يستحق عام ولا 6 أشهر باش ياخذ عام ولا 6 أشهر. ومن بعد فين باش نلقاوه في المجتمع. عندك حل من الاثنين، يا اما تعالجوا نفسانيا وتدمجوا في حظيرة المجتمع التونسي فيرجعوا مواطنا صالحا مفيدا لمجتمعه ويستفيد منه ايضا المجتمع، والا انك تسيبوا دون لا ناتور، تسيبوا في المجتمع ووقتها تتحمل مسؤوليتك خاطر كنت مسيب قنبلة موقوتة في وسط المجتمع. دونك نحب نوصل لهنا لشنو اللي المعالجة لظاهرة الارهاب راهي لازم تكون متكاملة او لا تكون. ما تنجمش تعملها قضائيا وامنيا وقانونيا فقط، رغم اللي انا رجل قانون. ما تنجمش تجزأ، وكل معالجة مجزأة هي معالجة فاشلة لانها ناقصة. صحيح، وربما يدخلوا في حلول ترقيعية طبعا ما فيش استراتيجية. سي اسكندر، انتم من خلال حضوركم في واكيد انه فما افكار، وانه مهم جدا انه معناها الاحزاب ممثله فيكم. انا اقول مش انتم تمثلوا الاحزاب، انا الاحزاب تمثلت فيكم من خلال حضوركم المتميز في المنتدى هذا الحوار الوطني للشباب. الصوره هذه انا نحب نراها، لانه احيانا ربما في بعض مواطن الاحزاب يعني تحكمها خلفيه الايديولوجيه ما تخليهاش تتقارب مع احزاب اخرى فايت البلاد في نهايه الامر. فانتم كشباب قربتوا بالسيف مع احزابكم وقياداتكم من خلال الخدمه بتاعتكم. صحيح كلامك، معناها نتفق معك كليا. معناها نحن كي نشوفوا في وسط تلفز الديبا معناها بين الاحزاب ولا حتى في المجلس، معناها فما تحس فما تصادم، فما حده ممكن هذه لانه كل واحد حزب عنده موقف نتاعو وهذا حر فيه. معناها بطبيعة الحال بطبيعته هو عنده رؤية وعنده خط ماشي فيه. لكن نحن الشباب المتكون في معهد تونس السياسة عندنا شرط بيناتنا ميثاق انه كل ما يصير في معهد تونس السياسة يكون على حساب الأرضية المشتركة والبحث عن نقاط الالتقاء. وهذا
هذاك اللي صار معناها شباب هذايا اللي احنا في اول معناها في الانطلاقه نتاع البرنامج هذايا نتاع مكافحه الارهاب معناها كنا نتوقعوا معناها ديما بتصير انتكاسات معناها، لكن الحمد لله ونعاود نقول الحمد لله الشباب هذا برهن انه المصلحه نتاعو هي مصلحه تونس. الشباب هذايا الكل معناها متوحد حول قضيه واحده هي مقاومه الارهاب. الشباب هذايا باختلاف معناها الانتماءات نتاعو الايديولوجيه الفكريه حتى معناها كما نقولوا احنا حزب راسمالي وحزب معناها هذا كله اجتماعي ذاب الكل، وكلها مشات للحلول ديريكتومون. الحلول على خاطر الشباب يحب يكون عملي برشا، الشباب يحب يلقى حل للمشكله اللي ولات لاصقه فيه تو. خاطر الشباب هذا راهو يعني وكما قلنا قبيله الشباب هذا ماهوش رمز للارهاب، الشباب هذا لازم يكون رمز للبناء، رمز للعطاء ورمز للخلق. شوفوا اسامه هو اللي حبيت اتفاعل فرد وقت مش مشكل. هو في نفس الاطار انا باش نحكي لك شويه على كواليس الخدمه كيفاش كانت، لانه مهم جدا المواطنين يعرفوا كيفاش تخدم فك الكويزين انترن كيفاش صارت ثم هكا حب اطلاع عند الناس وكذا. فاهم حاجه هو وقت اللي دخلنا المعهد التونسي للسياسه على اساس باش نخدموا مع بعضنا في اطار تكويني، جات شرط اولى من مبادره من واحد من الموجودين في التنسيق اللي هو محمد شبشو، وقال انه في الشرط هذه انه لا نعترض بعضنا من خلال عملنا السياسي في ذواتنا بل ننقد برامج بعض. شرط فيها 7 نقاط هكا ولا اسكندر؟ كانت فيها 7 نقاط، 7 نقاط هذه تم البناء عليها من خلال المشروع الثاني اللي هو مقترح برلمان شباب. من مقترح برلمان شباب إدارة المعهد وسي محسن فكر في حوار وطني للشباب، لكن حول موضوع يلم الناس الكل، موضوع الإرهاب. من خلال هذا الموضوع تطرقنا إلى مشاكل كبيرة. المشاكل هي شنو؟ اليوم ثم مقاربة، الناس تحب تحكي ديما على مقاربة أمنية بالأساس. اليوم إذا كيف نحكيو على مقاربة أمنية بالأساس فإنه الناس أو في لا وعيهم باش يعملوا الردة العكسية. يعني اليوم وقت يتمارس القمع باش يعمل رد عكسي، لكن رد عكسي في المقابل شكون باش نلقاو؟ باش نلقاو إرهابي. يعني احنا نحبوا نهزوا الناس للإرهاب؟ لا مستحيل. نحن نحبوا ندافعوا ونحيطوا بالناس باش ما يمشيوش في الشبكات هذه. وبالتالي المقاربة الأمنية وحدها ما تكفيش. شنو اللي يلزم؟ يلزم مقاربة شاملة. في المقاربة الشاملة حاولنا أن نلقاو أكثر من إطار المقاربة الأمنية الثقافية التربوية. وكان الهاجس حتى معناها في خلال الورشة الثقافية كنت دخلت معناها كنت نطرح في أسئلة على الناس نحب نقول لهم راني احسبوني أنا الآخر. احسبوني أنا الآخر. وهاو كيفاش يخمم يقول لك أنا أحمل الجنة بين كفي يدي وتلك الدولة هي مروق من الدين. شنو الخطاب البديل نجم نحملوه لشباب تونس؟ الخطاب البديل نجم نحملوه لشباب تونس هو خطاب عقلاني ووجداني في نفس الوقت. اليوم كيف يمكن لشباب تونس أن يفهم الدين؟ كيف يمكن لشباب تونس أن يفهم التربية؟ كيف نربي أبنائنا؟ كيف يمكن أن نتعاطى مع المشاكل النفسية التي يعاني منها المتضرر من الإرهاب، اللي تمارس على عائلته الإرهاب، اللي دخل في شبكات الإرهاب وقال لك راني توب ربي يقبل التوبة. احنا كيفاش لازم نتعاطوا مع الناس؟ وقت يدخل واحد إرهابي للسجن ما نخليوش السجن كامل يخرج إرهابي. تمام. شنو من المقاربات اليوم وقت نحكيو عن المقاربة القانونية؟ شنو هي معناها الأسطول التشريعي نجم نحطوه باش نحدوا ونقنوا المنظومة كاملة. اليوم كيفاش نجموا في إطار المقاربة الإعلامية ما هو الخطاب الذي يجب أن يتبلور عن ما هو ثقافي وعن ما هو ديني وعن ما هو أمني ويتوجه للناس. شوف الجانب الإعلامي. تفضل. أسامة تعطيتني إحصائيات قلت أنت من تتابع في المشهد الإعلامي ومشاركة الشباب في الإعلام. صحيح. معناها هذا نحكيو عليه. اي صحيح. هو من 2011 تو المنسوب. هو الحقيقه معناها حاجه معناها تحزنني، لانه وقت نلقى انه من 2011 ل 2012 كانت اعلى نسبه لظهور الشباب في البلاتو التلفزيون او حتى في البلاتو راديو معناها. واليوم نلقاو معناها نسبه 3% موجوده لشباب تونس. حاجه ماهيش هي. اليوم مثلا احنا ثم توجه حتى على الاقل في حزبي بحركه الشعب انه عندنا 4 اعضاء مكتب سياسي داخل الحزب، لكن معناها هل هذا يسحب عن بقيه الاحزاب او لا؟ ما هو الموقع الحقيقي لشباب تونس في الساحه السياسيه؟ نمشيو بعد اذنك
اسامه نمشيو سي محسن رياحي لانه باش يغادرنا، لانه في التوقيت خليلك وانت المنسق العلمي لمعهد تونس للسياسه. انا نقول اللي كان فما حاجه بينها بالملموس وبالمحسوس الحوار الوطني لشباب الاحزاب السياسيه من اجل بلورة استراتيجيه وطنيه مضاده للارهاب. كان فما حاجه بينها ورا اللي هي ممكنه وحقيقيه وموجوده، هي الاتي، وهو انه شباب تونس هو شباب قادر، شباب فاعل، وشباب يقدم تصورات استراتيجيه، وقادر انه يكون بوتا ايدي علبة افكار، قادر انه يكون قدرة دفع وقوة اقتراح وقوة تفكير. وبالتالي راو مش لازم نمشيو نلوجوا ما وراء البحار على خاطر الكفاءات موجودة لهنا، بالعكس مهمتنا ان لازمنا كيفاش نخليوهم يزيدوا يرميوا اكثر جذورهم في تونس وما يغادروش تونس الى ما وراء البحار. هذا من شيرة. ومن شيرة اخرى بين شباب الاحزاب السياسية على اختلاف مرجعياتهم الحزبية، على اختلاف افكارهم ومرجعياتهم، انهم قبل كل شيء وبعد كل شيء شباب تونس، ووقت اللي تونس تستحقهم سواء بالفكر او بالساعة هما يريبوندو بريزون، هما يكونوا اول الناس اللي موجودين باش يخدموا تونس وباش يدافعوا عليها بالفكر والساعة. يعطيك الصحة سي محسن. كيفاش معهد تونس للسياسة كيفاش يتصلوا بكم الناس؟ عندكمش موقع؟ كيفاش عنوانكم؟ لانه مهم جدا. العنوان البريدي لمعهد تونس للسياسة هو 148 شارع الحرية تونس. شارع الحرية تقريبا، شارع حرية بقرب ساحة باستور، بقرب بلاس باستور. 148 شارع حرية تونس. الموقع الالكتروني اللي ممكن الاتصال ايضا مباشرة فيه على معهد تونس للسياسة هو www.tsop.tn TSOP Tunisian School of Politics. نعاود www.tsop.tn. الحاجة الثالثة اللي هي معناها ينجموا يتصلوا بنا بها، المعهد تونس للسياسة يقيم كل سنة يعني من جانفي إلى ديسمبر دورات تكوينية لشباب الأحزاب السياسية ولشباب المجتمع المدني. وبما أنه في معهد تونس للسياسة نؤمن بالعلاقات المؤسساتية les relations institutionnelles، فإنه اقتراح المتكونين الراغبين في متابعة الدورة التكوينية لا يتم إلا من طرف مؤسسات او جمعيات المجتمع المدني. هذا بالنسبة لكلاس سوسيتي سيفيل قسم المجتمع المدني. وبالنسبة لقسم الاحزاب السياسية فانه الاقتراح يتم مباشرة من طرف المكلف بالتكوين في كل حزب سياسي، وذلك بمراسلة رسمية. انا نقول اللي البلاتو هذا جاي في وقت، علاش؟ على خاطر توا باش تبدا البروسيدور نتاع السيليكسيون للدوره التكوينيه الجايه جونفي 2016. يعني اذا كان فما ناس ناشطين في المجتمع المدني ولا في الاحزاب السياسيه يحبوا يلتحقوا بالمعهد، والمعهد راو يوفر التكوين، بمعنى انه لا وجود لاي رسوم او لاي مبالغ ماليه يدفعها المتكون. العباد بالصف. مرحبا بهم مرحبا بهم. هذا يزيد يخلي السيليكسيون تاخذ اكثر معلش. مرحبا الخدمه من اجل تونس. مرحبا به. هذا باش يخلي السيليكسيون تكون مخير. دونك راهو المعهد يقدم تكوينه مجانا لكل المنخرطين والناشطين في المجتمع المدني والاحزاب السياسيه، شريطة ان يتم اقتراحهم من احزابهم ولا من جمعياتهم، ومن بعد في اطار الاختيار يتم اختيارهم ما بين السياره الذاتيه وما بين الدوسيات المقدمه لنا. ثم ملاحظه اخرى وسامحني سي محسن شديناك شوي وقت. بالنسبه لنتيجه اللي صار في الحوار الوطني للشباب حول التصدي للارهاب، فما ناس باحثين، فما ناس مختصين، فما يحبوا ربما نوعيه الدراسات هذه لانه يستفادوا بها. كيفاش ينجموا يتحصلوا على الدراسه هذه؟ في عبر موقعكم يجوكم مباشره؟ الدراسه هذه موجوده على موقعنا الالكتروني. ايوه www.tsop.tn www.tsop.tn. يعطيك الصحه. يعيشك. ونحن تو نحاولوا ان شاء الله نبعث النسخ هذيا بار PDF للمواقع الالكترونيه الكل
بل الجرائد الكل وبما فيها اذاعتكم باش وسائل الاعلام الالكترونيه والمسموعه والمرئيه على مواقعها الالكترونيه توفرها الراي العام. هذا علاوه واختم بهذا على انه الاستاذ احمد ادريس وبقيه الفريق العامل بمعهد تونس للسياسه باش نتصلوا مباشره بالامناء العامين للاحزاب السياسيه اللي تتعامل مع المعهد ونوفروا على ذمتهم عده نسخ من هذه الوثيقه حتى تكون على ذمه الاحزاب السياسيه. ما نجمش نختم كلامي من غير ما نترحم على راجل كبير، راجل كي نحكي عليه انا عيني تدمع، اللي هو انسان قال لا وقت اللي كانت لا صعيبه، كان من الناس اللي قالت لا وقت اللي لا كانت صعيبه. راجل فاضل، راجل قانون، قاضي فاضل. الله يرحم سي مختار اليحيوي، هامه من هامات تونس، والله يرحم الحيين واللي توفاو اللي في سنوات الجمر قالوا لا ووقفوا كما اي تونسي حر يحب تونس بعيدا على المصالح الضيقه. الله يرحم. بارك الله فيك سي محسن رياحي. نمشيو زميلتي مع مقطع صغير نمكنوا سي محسن رياحي المنسق العلمي لمعهد تونس للسياسه غادرنا، ونواصل فيما تبقى من وقت.